السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم اسماء شاور وفيديو جديد. والنهارده هنعمل احلى عيش شامي بطريقه الفلاحين. احلى عيش شامي هتاكلوه في حياتكم. زي ما انتوا شايفين كده العيش معايا في الفرن كله بيتنفخ كده ويقب، مفيش واحد اسمه مقبش معايا من اول رغيف لحد اخر رغيف. حاجه كده في منتهى الجمال بجد، شكله يفرح جدا وهو في الفرن، حاجه كده قمر. تعالوا بينا نشوفوا الطريقة والمقادير. بس لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه كده زي ما انتوا شايفين معايا كيلو ونص من الدقيق. اللي عنده دقيق في البيت وما عندوش ميزانه هتعايره بالكوبايه اللي انتوا شايفينها دي المج بتاع الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. هتعايره كده 10 كوبايات ونص. ده 10 كوبايات ونص يبقى كيلو ونص. لو عايزه تعملي كيلو دقيق واحد بس هتعايري بالكوبايه ديت 7 كوبايات. هعاير بنفس الكوباية دي 4 كوبايات ونص من المية، بنفس المج اللي هعاير بيه الدقيق هو اللي هعاير بيه المية. هحط معايا هنا على الكيلو ونص من الدقيق معلقة ونص من الملح ومعلقة ونص من السكر. معايا كمان كيس خميرة زي ما انتوا شايفين او معلقة خميرة كبيرة بمعلقة الاكل اللي احنا بناكل بيها. حطيت كل المكونات دي على بعضها كده وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما يختلطوا مع بعض. عندي هنا المية زي ما قلت لكم معايا 4 كوبايات ونص من المية. اهم حاجة هنا المية تكون دافية علشان تخمر معانا العجينة بسرعة. المية لو بقت سخنة هتبوظ معايا الخميرة. بضيف المية هنا بالتدريج واحدة واحدة كده لحد العجينة بتاعتي ما تتلم معايا. ما بضيفش المية مرة واحدة طبعا، زي ما قلتلكوا كل دقيق يختلف عن التاني. ممكن ينقص منك شوية مية صغيرين مش محتاجاهم، ممكن تحتاجي شوية مية، فانا بضيف كده بالتدريج شوية بشوية لحد كده العجينة بتاعتي ما تتلم معايا. انا عايزة هنا العجينة تبقى متماسكة معايا، يعني لابسة كده ما تبقاش طرية، علشان العجينة دي لسه هسيبها تخمر تاني بعد ما تتفرد معايا. فانا مش عايزاها تلزق معايا في القماشة اللي انا هغطيها بيها. اعجني بقى كده كويس جدا العجينة واخدميها كويس كده في العجين علشان تديكي في الاخر نتيجة مظبوطة. بعد العجينة ما اتلمت معايا بالشكل ده وبقت ناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بغطيها واسيبها حوالي نص ساعة لحد ما تخمر معايا. بعد العجينة ما خمرت بالشكل ده برش كده رشة دقيق على الرخامة علشان هنا هقطع هنا العجينة. انا هنا برش كده شوية دقيق على الرخامة علشان العجينة ما تلزقش معايا في الرخامة. بكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كور كده تبقى متوسطة. انا هعمل معايا هنا حجم الرغيف يكون كبير يعني نوعا ما كويس كده. لو حابين انتوا تعملوا العيش صغير شوية ممكن انتوا تصغروا التقطيعة بتاعته شوية عن كده. هكور بقى كده كل العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هغطيها بكيس بلاستيك او بفوطة، اي حاجة موجودة عندك علشان العجينة معايا ما تنشفش وتعمل قشرة كده. بعد كده هاخد اول واحدة انا كورتها هتكون ارتاحت معايا شوية، هاخد رشة دقيق كده على الرخامة وهاخد اول عجينة انا قطعتها معاكم. هبدأ افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبحط عليها شوية دقيق كده من فوق ومن تحت علشان اعرف افردها كويس، لان حجم الرغيف معايا هنا كبير فممكن يلزق معايا في الرخامة او يلزق معايا في النشابة. لو انت مقطعه حجم الرغيف معاكي صغير ممكن ما يحتاجش اصلا انك تحطي له دقيق، لانك بتفرديه فرده بسيطه كده فما بيلزقش معاكي. ده بقى كده سمك الرغيف زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. لازم يبقى نفس السمك ده علشان يقب معاكي، ولا يبقى تخين قوي ولا رهيف قوي، علشان يقب معايا كده في الفرن. هفرد بقى كل العيش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الرغيف اللي انا بفرده بحطه كده على قماشه تكون نظيفه وبعد كده بغطي عليه. لو وصلتوا لحد هنا معايا كده في الفيديو ما تنسوش تحطوا لي اللايك، علشان لو وصل الفيديو ده لعدد لايكات كتير الفيديو الجاي ان شاء الله هعمل معاكم العيش الرحي الفلاحي. شجعوني بقى كده بلايكاتكم وكومنتاتكم الحلوة علشان اقدر اكمل معاكم في القناة. اخلص بقى بقية الكمية كلها كده زي ما قلتلكوا واحطها كده على قماشة نظيفة وبغطي كده عليها علشان لسه هسيبها كمان حوالي نص ساعة لحد ما تخمر معايا. ما باخدش العيش كده واخبزه على طول، لا انا بستنى عليه كمان شوية لما يخمر معايا بعد الفرد حوالي كمان نص ساعة. زي ما انتوا شايفين بقى كده اللي بفردها بحطها على القماشة، وطبعا القماشة دي انا حطها على صينية وهبدأ اغطيها بقى كده واسيبهم لحد ما يخمروا. بعد ما اخلص طبعا كل الكمية اللي عندي هغطيها كده بحاجة تكون تقيلة علشان تخمر معايا. بعد العجينة بقى ما بتخمر معايا بولع الفرن كده واسيبه 3-4 دقايق كده والع علشان يسخن معايا. ما ينفعش كده احط العيش والفرن بارد، لازم الفرن يبقى سخن علشان العيش يقب معايا ويبقى حلو.
بعد ما اسخن الفرن كده بهدي النار عليه من تحت خالص، بخلي النار شمعة، ومن فوق لازم النار تبقى عالية خالص كده علشان العيش بتاعي يقب كده وينفخ معايا، وكمان ياخد لون احمر حلو. النار من تحت لو بقت عالية العيش بتاعك هيشيط ومش هيطلع معاكي حلو، فانا عايزاه من تحت يبقى شمعة ومن فوق النار تبقى عالية. شايفين بقى كده العيش اول ما دخلته كده قب ونفخ معايا، بجد بسم الله ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم كمان ان العيش ده ممكن تعمليه في الطاسه كده لو انتي ما عندكيش فرن، او ممكن تعمليه كمان في فرن البوتاجاز. العيش ده كمان ممكن تعملوا منه الحواوشي، تطلعي العيش لونه ابيض شويه، ما تحمريش الوش بتاعه، وتعملي بيه الحواوشي عادي جدا، بيبقى طعمه تحفه. اعمل لكم ان شاء الله فيديو مره كده بالعيش ده وانا بعمل بيه الحواوشي، بجد بيبقى طعمه حلو جدا وشكله بصوا بيبقى خطير. زي بقى ما انتوا شايفين كده اللي بتحمر وشها معايا ببدأ اطلعها كده. وكمان هوريكم في الاخر الفيديو القعر بتاع العيش واخد لون حلو جدا، مفيش ولا واحدة شيطت ولا خدت لون غامق ولا اي حاجة. العيش كده اول ما يبدأ يقب معايا كده بركن على جنب واحط غيره علشان ما سيبش معايا الفرن فاضي. العيش ده بقى كده لو انتوا عاملين منه كميات كبيرة فما ينفعش تسيبوها بره خالص لانها مش هتبقى حلوة. لازم كده بعد ما تبرد بتعبوها في اكياس وتدخلوه الفريزر على قد كده احتياجاتكم، وتطلعي منه قبل الاكل مثلا ب10 دقايق وتسخني منه، هيبقى زي الصابح بالظبط. خلاص كده انا قربت اخلص كده كل كمية العيش بتاعتي اللي بطلعها من الفرن كده، بحطها على صينية مفروض كده من غير ولا غطيه ولا اي حاجة لحد ما اخلص كل كمية العيش دي كلها، وبعد كده يكون برد شوية، بعد كده بغطيه علشان ما ينشفش معايا. خلاص كده انا خلصت، دي اخر حاجة في العيش كده هطلعهم، وكده انا خلصت كل العيش اللي معايا. زي ما انتوا شايفين كده كل العيش معايا قابب كده واخد لون حلو، وكمان القعر بتاعه واخد كله لون موحد، مفهوش ولا واحد مشيط ولا واحد لونه غامق ولا اي حاجة، كله كده لونه موحد. ده علشان كنا مهديين النار من تحت خالص ومخليينها شمعة، فعلشان كده واخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده في الوقت ده انا هغطي معايا بقى العيش بعد ما خلصت كده علشان ما ينشفش معايا ويفضل معايا طري. خلاص كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة، واستنوني بقى في الفيديو الجاي، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.